ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وبخير ان شاء الله. النهارده حلقه جديده من حلقاتنا في انا والمشاعر. حلقتي النهارده عارفه انها هتمس سيدات كتير جدا، عارفه ان في كتير من اللي هيسمعوا الحكايه بتاعت النهارده هيبقوا مروا بيها او على الاقل شافوا التجربه ديت قدامهم. حكايتي النهارده بتتكلم عن ست بتقول لي انا متجوزه وعندي اولاد. انا حاسه ان انا واصله مع جوزي لطريق مسدود، خلاص ما بقاش في لغه حوار ما بيننا. انا مختاره ان انا اكمل الجواز عشان خاطر الاولاد. انا سمعت حلقتك عن الاولويات، وانا اولويتي دلوقتي بتدفعني ان انا اكمل الجواز. مشكلتي ان انا حاسه ان انا بقيت جسد بلا روح، ومشاعر والقهر والضعف مسيطره عليا جدا، ومبقتش قادره اتعامل معاها. بقيت حاسه ان انا عايشه ميته، مش عارفه اعمل ايه، وتنصحيني بايه؟ طيب، اول حاجه طالما حضرتك متابعه الحلقات يبقى هرجع معاكي لحلقه السيلف كوتشنج اللي كنا بنتكلم فيها عن جهاد النفس. وبتكلم فيها ان انا لما باجي اواجه اي مشكله وبضطر ان انا اطوع نفسي ان هي تعمل حاجه عكس هواها، فده معناه ان انا بجاهد نفسي. وجهاد النفس من اعلى درجات الجهاد اللي ربنا بيجاوبنا عليه، لانه صعب جدا جدا. ففكره ان انا هبقى تعبانه وحاسه طول الوقت ان انا في حزن جوايا، دي فكره منطقيه جدا واحساس طبيعي جدا، لان انت لسه في بدايه الطريق وانت بتطوعي نفسك وبتجبريها ان هي تمشي في طريق بالنسبه لها هيبقى مصدر للالم. بس انت بتقولي انا شايفه ان دوت الاصلح لاولادي وهم اهم حاجه عندي دلوقتي، تمام؟ فجهاد النفس ده صعب جدا بس ربنا بيجاوبنا عليه، وطبيعي ان هو هيبقى مخلوط بمشاعر من الحزن. لكن تعالي بقى نتكلم عن المشاعر التانية اللي مسيطرة عليكي، اللي هي القهر والضعف. طيب، اول حاجة انا بعرف اولوياتي ليه؟ يعني ايه فكره ان انا ابقى عارفه اولوياتي غير ان هي بتحدد لي الطريق اللي انا امشي فيه؟ ان هي بتمنع مشاعر القهر انها تتملك مني. وهو انا لو عقلي مصدق كويس قوي ان انا مكمله عشان خاطر اولادي، وانا مختاره ان انا اكمل عشان خاطر اولادي، مش مجبره ان انا اكمل، تمام؟ وفي اولويه هي اللي بتخليني امشي في الطريق ده. ممكن الاولويه دي في مرحله تانية من المراحل تختلف، فمبقاش محتاجه ان انا اكمل في الطريق اللي انا ماشيه فيه دلوقتي واختار طريق تاني. يبقى اذا الطريق اللي انا ماشيه فيه ده طريق انا اللي اخترته، يبقى مشاعر القهر ملهاش وجود في حياتي. انا اللي مختاره الطريق، ولو اولوياتي اختلفت في اي وقت من الاوقات هختار طريق تاني. انا حره في الطريق اللي انا اخترته، يبقى القهر يبعد عنا تماما. اول حاجه. تاني حاجه مشاعر الضعف. مفيش انسان ضعيف بيجاهد نفسه. الانسان الضعيف بيمشي ورا هوى نفسه، ولا بيبص الاولويات ولا بيبص الالتزامات ولا بيبص لاي حاجه. انا عايز كذا هعمل كذا، بغض النظر ده هيخدم اولوياتي ولا مش هيخدمها. فجهاد النفس عمره ما في انسان ضعيف هيمارسه ولا هيعمله ابدا. فعشان كده احاسيس الضعف دي ابعد ما تكون عندك، انت ابعد ما تكوني عن الضعف. انت لو شخصيه ضعيفه عمرك ما هتجهدي نفسك ولا تطوعيها في حاجه عكس ارادتها. اخر حاجه واهم حاجه اقولها لك، ان انت وانت في رحلتك في جهاد النفس وانت بتطوعي نفسك تعمل حاجه عكس رغباتها يمكن، لازم نستعين بالله. لازم طول الوقت نتشعلق في ربنا، لازم طول الوقت نبقى عارفين ان ربنا هو اللي هيهون علينا المشوار، هو اللي هيهون علينا المتاعب، هو اللي هيطبطب على قلوبنا، هو اللي هيقوينا، هو اللي هيجبرنا في اخر الطريق. اتمنى ان انا اكون ساعدتك واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله.